ابتهالات السديس لأمير دبي. اللهم وفق نائبه ورئيس وزرائه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. من وصف ابن سلمان بالمحدث الملهم إلى تدبيج الثناء والدعاء لحاكم دبي، فماذا دها السديس؟ تتربع إمارة دبي على صدارة عواصم العهر، تعج بدور الدعارة والحانات، وتعتبر الوجهة الأولى للسياحة والتجارة الجنسية، كما تعد وكرا من أوكار الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وتبييض الأموال المشبوهة من عائدات البغاء والخمور والفجور. حتى مدير شرطتها ضاحي خرفان أسقط في يديه وهو يحاول تبرير انتشار ظاهرة الدعارة في دبي. هل هي تصرفات فردية ولا ظاهرة عامة في دبي اللي هي الدعارة والخمور؟ لا عبد الله، انا اتكلم عن فنادق موجوده، وهذه يعني مع الاسف احنا يعني بلوى عامه. لا. المتجول في شوارع دبي ينكر هويتها العربيه ويظنها لاس فيغاس او شطان بوينتس ايرس والبرازيل. حكومة ابن راشد ترعى كل ممارسات الانحراف بذريعة ضمان السعادة للجميع ولو جاءت على حساب الدين والأخلاق والقيم، بل وتقوم بتسهيل استجلاب الفتيات تحت مسميات وظيفية وهمية، ليكتشفن بعد مجيئهن لدبي أنهن استجلبن للبغاء. وقد كشفت هيومان رايتس ووتش عشرات الحالات، وما خفي أعظم بكثير. شبكات دعارة دولية تسرح وتمرح في دبي وبرعاية حاكمها في البيوت والشوارع، ولا منكر أو منتقد لذلك، فسيف آل مكتوم مسلط على رقبة كل من له غيرة على الدين والأخلاق والمروءة. السديس في دعائه، أو على الأصح تملقه لحاكم دبي، رقق صوته واستجلب مخزونه من السجع الممجوج، وانتقى عباراته لتصادف هوى في قلب سيده، فأقحم السعادة والريادة في الدعاء، وهي شعارات فارغة تلوكها ألسنة القوم، بينما سجونهم شاهدة على القهر والظلم، وشوارعهم ناطقة بالفسوق والعهر. اللهم تمم له السعادة وحقق به الريادة واجعله في فلاح وزيادة. انخدع الناس بالسديس وأقرانه ردحا من الزمن قبل انكشاف حقيقته كمسبح بحمد السلاطين، فسقط من أعين العامة وهو في أعين أسياده أسقط.